السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية. كيف حالكم يا قوم؟ للأسف أن الناس الآن يتكلمون في الشرع والعرف والقبيلة وهذا وهم بعيد منها وما يعرفوا شروطها ونظامها. قضية ابن الضبيبي الله يرحمه ويتقبله الشهيد عند الله، الذي غدروه في طريق. أول شيء إنه في طريق، الذي يقطع الطريق عيب أسود، حتى لو هو غريمك وهو في طريقه ما يحق لك إنك لا بعد ما تنبهه وتقول له إني بقتلك بدل كذا نقع أو نايم أو مع حرمة، ما يحق لك تقتله. لو هو قاتل 1000 من جماعتك، لو قاتل أبوك 1000 مرة. فهذا فيها عيوب كثيرة تترتب على هذا. رجال ماشي طريقة في أمان الله، لا معه سلاح. ثاني شيء إنه جلاد ما معه سلاح، ما يحق لك تقتل غريمك وما معه سلاح. إذا أنت رجال كف ونشمي وقبيلي وعندك دين وعندك شجاعة وقبيلة ومروة، ماشي طريقة لا معه سلاح ولا بينه واحد شيء ولا أعتدي على أحد. ثاني شيء مع حرمته، ثالث شيء مع عياله وماشي في طريقة، كم فيها عيوب تترتب، عيوب كبيرة. فهذا ما حكمها إلا قصص بدون تأخير بدون شيء، لأنها أولا حتى لو هو غريبة، لو افترضنا أنها غريبة فيها عيوب. أول شيء أنها ماشي طريقة، ثاني شيء ماشي مع سلاح، ثالث شيء مع حرمة ومعها أطفال. وين أنتم من القبيلة يا أخي؟ وين أنتم؟ ما تعرفوا القبيلة؟ أسأتوا إلى القبيلة يلي تبرروا لها أنتم وتحاولوا تدافعوا عنه. هذه كلماتي أنا الشاعر أبو العز عبد القوي عز الدين الضبيبي. قلت: ويا ضيق حالي ضيق ما يحمله جماد، يحطم الفولاذ ضيقي ويسهره. ما هو من القل الذي حل في البلاد، ولا عجز عن خصمي ولا أنا أعبره. ما ضيقي إلا من أهل الغدر والفساد، ذي حل دم ابن الضبيبي وأهدره. وحرمته جنبه مع فلذة الفؤاد، وقاموا بقتل الكل في خس مجزره. فيها عيوب، فيها عيوب سوداء لكل من أراد يدافع عن القاتل ويحمه وينصره، لأنها عيب من عرفناه في البلاد، لأنها عيب من عرفناه في العباد. إذا معه خصمه في المدينة يدوره، القبيلة والعرف لها عتاد. قطع الطريق عيب والعرف حذره، وحرمة المكلف اللي لابسه سواد. إذا رافقت خصمك فعيب تقدره، وترويع أطفاله وهم في المهاد. لا القبيلة ترضى والله يغفره. حلها يا قوم من غير ارتداد، نقص راس المعتدي لا نأخره، نقص راس المعتدي لا نأخره. سلامتكم.